مساء الخير، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. قبل ما نبدا القصة تاع اليوم، كل يوم نفكركم على خاطرش دايما جامي قلت لكم ديروها، بصح حبتوا لتحت ديروا غير جيم وكومونتير. هذا مكان كل يوم تنساو نفكركم، ودايما نقول لكم باللي الحقيقة او الواقع اغرب من الخيال بكثير. يعني واش هو يصرى في الواقع، واش رانا نشوفوا، واش رانا نعيشوا، واش رانا نسمعوا، اغرب من الواقع. نحكي لكم هذه الحكاية تاع شعبان. واحد السيد يسكن في ولاية سيدي بلعباس، سموه شعبان. هو شاب مثل كل شباب الجزائري، عاش الطفولة ديالو وقرا في الابتدائي، وبعد سنوات طلع للسيام. بعد ما طلع للسيام خلاص ما قدرش يكمل قرايته، وحبس، خرج من المسيد ولا يخدم ويسترزق غير باش يعاون العائلة ديالو ويعاون روحه. شعبان كان عنده يماه وباباه. باباه كان كل يوم مريض، لومبيلوس ترفد ولومبيلوس تحط. كانوا ساكنين في دار العائلة مع العمام والجدود وكاملة كنت عارفو، وكانت ظروفهم بزاف صعيبة. شعبان وخاوته بداو يكبروا والدار بدات تضيق عليهم. شعبان كان عنده زوج خاوته وهو الثالث، وثلاثة خياته وباباه ويماه. يعني كانت الظروف بزاف صعيبة. على بها قرر شعبان يحبس القراية تاعو وهو في عمره 17 سنة. شعبان راح يخدم مع خوه الكبير، وخوه هذا كان عنده الخضرة، يبيع الخضرة، ما كانش عنده بلاصة مستقرة، كل خضرة وين يحط. المهم شعبان تعاون مع خوه وقعدوا يبيعوا الخضرة معاهم مع بعضهم لمدة طويلة، غير باش يخرجوا من الأزمة ديالهم. بدات الحالة المادية ديالهم تتحسن شوية شوية، بدات تتيسر أمور. هنا شعبان وخوه بداو يلموا شوية دراهم باش يبنوا ويوسعوا في السكن ديالهم ويخرجوا من الضيق اللي كانوا ساكنين فيه. في هاد السنوات خواتات شعبان تزوجوا ونقص عليهم هذاك الضيق والمصروف. شعبان وخوه قدروا يجمعوا شوية دراهم وشراو قطعة أرض، كل واحد وين شرا. يعني شعبان شرا في بلاصة وخوه شرا في بلاصة خلاف. كان بزاف حنين شعبان في هذا الوقت. كان كل ما يجي من الخدمة كان يوعد يماه انه راح يخرجها من الغربقة، وكان يقول لها يا يما غير انا اللي نديك للحج ولا العمرة. يماه مسكينة كانت تفرح بوليدها، وكان ديما تدعي له وتقول له المهم تقعد تدخل وتخرج عليا، هذيك هي الدنيا وما فيها. جازوا العوام والحق الوقت باش شعبان يجوز الخدمة الوطنية ديالو، ولكن هو كيما كاع الشباب رفض هذه الفكرة تماما، لأنه راح يخلي خدمته ويروح يجوز لارمي ولا يضيع حياة عامين بحياته. هذاك الوقت كانت عامين. ولكن الدرك الوطني كان كل ما يحوس على شعبان ما يلقاش، ولا شعبان كل ما يسمع ولا يشوف الدرك الوطني كان يتهرب منه. حتى جا هذاك النهار اللي كان فيه شعبان بالموطو ودخلت فيه واحد الطوموبيل من اللور. هذاك تقل قاعدك تاع الموطو، طاحت قاعدك فوق رجلو. هنا داوه للسبيطار وداروا له العملية، ولكن قالوا له الطباء عمرك ولا راح تزيد تمشي على رجلك. هنا شعبان فرح وما فرحش. فرح لانه خلاص تخلنا من الخدمه الوطنيه اللي راح يضيعها عامين مع عمره، وما فرحش لانه قالوا له اللي ما عاودش تمشي على رجلك. بعد ما داوى شعبان وجازوا شهورا، قدر والحمد لله انه يعاود يوقف على رجله ويمشي بها، ولكن ما يمشيش كما كان نورمال كما كان، ولا يكعون ولا يعني كما نقولوا أعرج. هنايا مدولو الإعفاء من الخدمة الوطنية وكمل خدمته. جازوا شهورا وعوام حتى جا هذاك النهار اللي قدر شعبان وخوه يفتحوا حانوت ولا سوبيرات كبيرة هو وخوه. وهنا الإعاقة عمرها ولا قدرت تولي له اللور ولا تكون سبة باش يولي اللور ما يخدمش. شعبان قدر يحقق الحلم ديالو وبنى دار أحلامه، وفيه قدر يسكن باباه ويماه فيها. كان بنى دار بزوج طوابق. مباشرة بعدها بشهر برك ملي سكنوا هذيك الدار، بابا شعبان يتوفى وما قدرش يكمل الفرحة ديالو بالسكنة ديالهم. في هذا الوقت كان عمر شعبان تقريبا 30 سنة، وفي هذه المرحلة كان الحمد لله مستقر ماديا. يعني الدار اللي كان يحلم بها دارها، والمدخول عنده ومن الحانوت ديالو، واخواته متزوجات، يعني ما عنده حتى مسؤولية. ولكن هو كان رافض فكرة الزواج هذه تماما لأسباب تبقى مجهولة. ومن حتى أخوه اللي كان خدام معاه، هو تاني بنى دارو وتزوج واستقر بعيد عن العائلة، ولكن قعدوا يخدموا كيف كيف مع بعضهم في هذاك الحانوت ولا هذيك السوبيرات. جازوا العوام بالخف والحق عام 2019. هنا شعبان كان في عمره 39 40 سنة.
وهنا بدا يخمم في الزواج. شعبان راح عند يماه قال لها راني حايب نتزوج. وفعلا بعد ايام كانت يماه معروضه في واحد العرس، وبانت لها واحد الطفله صغيره عجبتها، شابه وعاقله. هنا قررت يماه باللي هذيك هي مرت وليدها. يماه راحت عند عمتها وحكات معاها. دوك نقول لكم علاش راحت عند يماها عند عمتها وما راحتش عند يماها. دوك هي هنا تبدا الحكايه. الطفله اللي شافتها يماه كانت اسمها صفاء، وعمرها 18 سنه، وكانت تسكن في سيدي بالعباس. والديها كانوا منفصلين، وهي كانت عطله برك عند عمتها. صفاء كانت شابه بزاف هذاك النهار، مع اللبسه والمكياج. كانت تبان كبيره بزاف على اللاج تاعها ولا على العمر ديالها. بعد ما ميزتها مليح يماه راحت عند شعبان، راحت عند عمتها قالت لها عجبتني بنت خوك وحبيت نخطبها لوليدي، ووليدي راهو واجد مما جميعه، يعني عنده السكنة تاعو وعنده الحانوت والطروبيل ديالو وما خصو والو. واش رايكم لو كان نجي نخطبو؟ هنايا عمت صفاء ما قالتش لصفاء تمتم، خلتها حتى راحت عند يماها باش عيطت لها وقالت لها بلي راهم جايين خطابه يخطبوك هنا في دار بابك، ارواحي باش يشوفوك، كانوا شافوك في هاد العرس الفلاني. صفاء راحت مع اختها لدار عمتها، وراح شعبان ويماه وخطبوها، شافها وشافته وعجبها وعجباتو، وما كاين حتى مشكل. صفاء ولات عند يماها وحكات لها كيفاش جازت الخطوبه، وقالت لها باللي راهي قابله، وقالت لها باللي يمة شعبان راهي حابه تشوفك وتهدر معاك. في فترة الخطوبة شعبان شرط على صفاء انها ما ديرش تليفون، وقال لها حتى نهار العرس انا اللي نشريهولك. وقعدوا مخطوبين لمدة 11 شهر. وطول هذه المدة شعبان كان قايم بالواجب ديالو، يعني في عيد ما نساهاش، في لانيفرسير يبعث لها، وما كان حتى حاجة خصتها، وكاين قايم حتى لي كادو يبعثهم غير مع خواتاته هو. بعد مع خواتاتو نقول لكم برك حاجه، طول فتره الخطوبه يماها مازال كاع ما شافت شعبان ولا تلاقاتو، يعني شافوه غير باباها وعمتها واختها الكبيره. وهو هو تاني ما شافش خطيبته غير خطوه واحده نهار اللي راح يخطب فيها. هنا صفاء كانت مازال ما لحقت السن القانوني للزواج، ويمات شعبان كانت حابه تزوج وليدها اليوم قبل غدوه. وراحت عندي مات صفاء قالت لها واش راكي لو كان زوجوهم بالفاتحه ونتهناو منهم، حنا وانتوما العائلتين رانا شاهدين على هاد العرس، وكي توصل الطفله السن القانوني يروحوا يعقدوا في البلديه. يمات صفاء رفضت هذه الفكره تماما. قالت لها صفاء مازال 7 شهور ولا 8 شهور تولي تقفل 18 سنه وتدخل 19 سنه، هذا ما كان. و17 7 شهور ما تقدروش تصبروا. وقالت لها محال بنتي تدخل دارك إلا إذا عندها عقد مدني، يعني لي فغي فامي. شعبان هنا خلاص رضخ لأمر الواقع، وقعد صابر حتى تقفل سافا 19 سنة. جازوا الشهورات على الخطبة وجاها باش يعقدوا فيه. تفاهموا باش يتلاقوا قدام البلدية. راحت صفاء مع يماها واختها وباباها وشعبان والعائلة ديالو. وهذاك اللقاء كان أول لقاء بين شعبان والأم صفاء. يماها غير شافته تصدمت، ما عجبهاش الحال، دارت لي غريماز ما عجبهاش الحال، وأسد أنه لعبتها بنتها، ولكن ما قالت والو وخلت العقد يجوز كامل. تشوكات كي شافت على جال الإعاقة ديالو. أم صفاء غير لحقت للدار دارت حالة لبنتها وقالت لها كيفاش تخبي عليا حاجة كيما هادي، الراجل راهو معوق. وصفاء هنا سكتت وما قالت والو ليماها. مانيش غير هاد الحاجة اللي خبت عليها صفاء، خبت عليها على رجله، وخبت حتى على العمر تاع شعبان. يماها حتى العمر تاع شعبان وخبت عليها، يعني فرق العمر بين شعبان وصفاء 20 سنة. وصفاء قالت ليماها باللي في عمره 30 سنة برك. هنا تنوض أخت صفاء وتزيد شعل في النار، قالت لها قلت لك قولي لماما ما حبيتيش. هنا قالت لها يماها انتي تاني على بالك وما قلتوليش. هنا صفاء سكتت ودفعت على خطيبها، وقالت لها ليماها الراجل لاباس بيه وما خصو والو، وش فيه ما فيها والو، عنده دار وعنده سكنته، هذا وش يليقنا ما فيها والو يا ماما. جا نهار العرس داروا عرس بالطباع، عرضوا الناس وطيبوا وصرفوا دراهم كبار، بويسك جعبان وخوه كانوا معروفين لهذيك المنطقة، يعني الناس تاع دراهم، والناس كامل تهدر على هذاك العرس. كي خلص العرس الزوج والزوجة
راحوا لبيتهم، وبعد دقائق خرجت سمعوا العياط وخرجت تجري من بيتها صفاء وتقول لهم باللي زوجتوني راجل مريض ومهبول، ما فهموا والو. وحتى كي راحوا يهدروا مع شعبان قال لهم ما راني فاهم والو، ما على باليش وش بيها. المهم فاتت هذيك الليله على خير، ما كاين والو. هنا خلاص العرس، عطاو لهم صفاء ولات لدارهم. ولكن خواتة شعبان رماركاو بلي صفاء هذا غد من داك تاع العرس، برك ما رانا برومي جور دوزيام جور تاع العرس، بلي صفاء كانت تحب تهدر. يماها ناضت الصباح راحت لدارها مع اختها، وخواتت شعبان وروماركاوها بلي كي تحب تروح تهدر مع يماها تدخل حاشاكم للطواليت ولا صندوبه وتغلق الباب على روحها وتهدر غير بتخبيه، ولا تطلع للسطح، ولا كانت تدخل. قلت لكم واحد النهار غد من داك صفاء حكت مع يماها وشعبان وقالت له بلي راح ترفد. ركزوا معايا مليح في هاد الاحداث. غد من داك كي راحت يماها، انا قلت لكم راحت صفاء هدرت مع يماها كونكوا مع يماها في 20 دقيقة. شعبان راح في التليفون تاع مرتو وراح شاف هدر معاها، قالت زعما كونكوا هدرت معايا مع 20 دقيقة. كي شعبان دار هذاك النيميرو التليفون ترويكلير خرج له بلي واحد عنده واسمه سيد احمد، وكانت هضره معاه. انا قلت لكم 20 دقيقه. هنا شعبان زاد جوزها لها بويس غد دوزيام جوغ تاع العرس، وقالوا له بطفله صغيره ولا غير نجوزها لها. نجوزها لها هاد الحكايه، ما حبش يفسد الفرحة ديالو. وفي النهار الثالث تاع العرس صفاء طلبت من شعبان طلب غريب، حتى هو استغرب انه يديرها. قالت له روح جيب لي الدواء تاع الرقاد. قال لها علاه دواء غير الخير كش ما بيك؟ قالت له لا لا غير على جال الدراري اللي راهم هنايا، كان العرس مازالوا رانا في خوازيام جوغ تاع العرس، لدارهم يلعبوا ما خلاونيش كامل نرقد. شعبان امنها وراح شراه لها. صفاء ما كانش تشرب هذاك الدواء، كانت تشربه لشعبان. هو حتى هو ثقلها، كانت تدير له قطرات في الجازوز. شعبان هنا ثقلها وعرف بلي صفاء كانت تدير له، ولكن هو تاني كان شاطر، كان غير يخليها تخرج من البيت ويتظاهر انه شربه ويرميه. بعد 3 ايام تاع العرس يمت شعبان وخياته قررهم انه يحبطوا لتحت الايطاج ديالهم. شافوه على صفاء بلي بدات توالف في شعبان. يمت شعبان كي جات خارجه من الدار قالت لصفاء تعيشي بنتي سيسي شعبان وما تعاهديش. صفاء هنا استغربت على قالت لها هكذا، اسكو شعبان مريض، اسكو منيرفي، اسكو مهبول. في اليوم الرابع بعد ما دخل شعبان من برا في الليل لقى صفاء رافده حبيله، وقالت له اسكو تلعب معايا واحد اللعبه. شعبان حب يسايسها، خاف ولكن ما حبش يبين لها. قالت له راح نربطك ونطرح عليك 5 أسئلة، وكل سؤال جاوبني عليه صحيح نحلك عقدة من هاد العقد هادو بالموس. هنا شعبان قال لها وراه الموس اللي راكي تحلي به. جبدته صفاء مور ظهرها، يعني كان مخبياته على شعبان. هنا كشف الموس اللي خاف به، هنا وقف وجا خارج تال متشوكة وعارف بلي حاجة راح ديرها له من الدار. ولكن صفاء ناضت معاه وضرباته بالموس لرجله. كي جا خارج شعبان من الدار كان حاط الموطو ديالو في الكولوار ولا في البالكو هذاك. كي جا خارج باش يهرب طاح عليه الموطو، طاحت عليه صفاء. هنا بدات تضرب في شعبان في بلايص، يعني راح تقتلو ولا راح تعوقو، مستحيل انه ينوض منهم. ضربته ضربه للقلب والدوزيام في الريه والثالثه في عينه. الحمد لله الموس اللي كانت تضرب فيه صفاء شعبان ما كانش ماضي، غير مستع الكوزينه برك والحمد لله، وباقي راهو في عدة الموتى. الضربة الثالثة جت في عينه. هنا شعبان خلاص ولا ما يقدرش يدافع على روحه، وعيات وعينه تفقصت. هنا صفاء كي شافته بلي ما قدرتش تقتل شعبان رفدت هذاك الموس، بدات تضرب في يديها وقطعتها، يعني جوزت الموس على يديها. هنا بدات تشوه في روحها وراحت تجري، رفدت ذهبها وتليفونها وخرجت من هذيك الدار في نصاص الليالي على 2:30 تاع الصباح. يمات شعبان وخواتاتو ما سمعوا والو، حتى واحد الجار كان مسامي شعبان الحيط في الحيط هو اللي جا فيقهم وقال لهم راهي نايضه صاريه كارثه عندكم في الدار، اسكو ما سمعتوش واش صار مع وليدكم؟ راحوا يجروا عند شعبان لقاوه شايد عينه ويبكي ويعيط. الام كي شافت وليدها هكا انصرعت واغمي عليها تغاشات. وهنا خواتاتو عيطوا لخوهم الكبير والشرطه والاسعاف باش يدو سبيطار شعبان للسبيطار. هنا باش قبل ما يلقوا القبض على صفاء، هنا كامل قبل ما تروح الشرطة تلقي القبض على صفاء كانت صفاء أصلا راحت سلمت روحها للدرك الوطني.
هنا تبدا حكاية جديدة. شعبان كان في حالة خطيرة، عينه راحت وضربة لي في القلب والضربة للجهة اليسرى تاع الرية، يعني السيد راهو سلك على شعرها من الضربة تاع الموت. جهة أخرى صفاء نكرت كل التهم اللي اتهمها بها شعبان، ومصالح الأمن جابت لها كل الأدلة باللي هاد الجريمة دارتها مع سبق الإصرار والترصد، من السيرو اللي شراوه لها، اللي قالتو شريهولي، الذهب اللي سرقاته واللي هربت به. يعني كنتي موجدة روحك كامل. صفاء دافعت على روحها وقالت بلي شعبان مريض ومهبول من نهار الاولاني، وبلي روماركات هاد الشي نهار الاولاني اللي جات عروسها فيه، وقالت الليلة اللي صرا فيها هاد المضربة هو اللي كان يجري مورايا بالموس ماشي انايا، والضربة اللي في يدي هي اكبر دليل. روح نشد الموس اللي كان راح يضربني به، راح تقطعها لي، وهنا هزيته وهربت له من الدار على الزوج تاع ونص تاع الليل. والمنظفة هذيك ما كنتش نعرفها، والمنطقة هذيك ما كانتش تعرفها. هذه الحكاية من الأول حتى وين جيت لهنايا، المحققين ما تقنعوش بالهضرة تاع صفاء. هنا عيطوا وعلى الموس والضربة، قالوا لها والضربة اللي ضربتيها العين والرية والقلب هادو قعيتك. المحققين راحوا تاني يحققوا مع عائلة شعبان على واش صرا هذيك الليلة. قالوا بلي هذيك الطفلة ماشي نورمال، ولأنها تخون في وليدها، وحتى في النهار الثاني تاع عرسها كانت تهدر مع واحد واسمه سيد حمد، كان كل يوم تستغل فينا واسمها وتسقسي فينا واسمها هاد البلاصة وين جاية واش كاين قدامكم. هنا قالوا باللي كان تسقسي فينا غير باش تعرف تقول للعشيق ديالها ولا البلاصة اللي راهي باش يجي يشوفها وتشوفه. وعائلة شعبان كانت كل ما وعائلة شعبان مول ما هربت من الدار راحوا حوسوا في الخزانة تاعها، لقاو عندها كارت ميموار وفيها تصاور كانت مصورة مع شخص آخر، والظاهر هو سيد حمد. والدليل السيرو تاع الرقاد والقرعة تاع السيرو اللي لقاوها المحققين راحوا جبدوها لهم بأقوال العائلة ديالهم. قالوا كي راحوا شعبان قالوا له هاولك واش قال العائلة تاعك، ما أنكرش كاع حيتيك وقالوا صح. والمحققين زادوا راحوا عند يمة صفاء وواجهوها بأقوال تاع عائلة شعبان، ولكن هي بطبيعة الحال كذبت كل الأقوال. أما في خصوص السيرو قالت لها ما دخلتليش في راسي باللي هذه بنتي هي اللي شراته. أما فيما يخص لابيس قالت أنها تاع وليدي، والاسم سيد أحمد هذا كان على الاسم الأولاني اللي شراها الأولاني. أما فيما يخص لاكارت ميموار والشخص اللي كان معاها متصور معاها، هو قالت لها كان وليد جارنا ومستحيل تكون عندهم علاقة لأنه مربي كيما وليدي. هنا صفاء تشدت على سبق الإصرار والترصد، محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد، لكنها ما تشددش بزاف الحبس غير أشهر وتلقوا صراحة. الجريمة هذه ما عاودوش هضروا عليها في الإعلام، ما عرفناش ما صار دوكا صفاء ولا شعبان. المهم قضية فيها حلقة مفروغة، صفاء علاش دارت هكا ولا شعبان هو اللي دار هكا الله أعلم. إن شاء الله يكونوا كامل اللي دار حاجة يخلصها. المهم قصة شعبان هذه هي اللي عمره مسكين ما فرح في حياته. المهم واحد ما يديرش كونفيونس حتى يعرف، وفارق السن هذا 20 سنة بزاف كبير. ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامة.